السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بعد ما منح مدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش راحة للاعبي المنتخب الجزائري، يعني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منحهم يوم اللي يرتاحوا فيه، وكذلك كاين اللي راحوا عيدوا مع أهاليهم. وشفنا في صورهم يعني على انستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي أنهم راحوا عيدوا مع أهاليهم. بعد ما عيدوا مع أهاليهم عادوا على الساعة 10 مساء، عادوا إلى مركز التدريبات بسيدي موسى، واليوم سيقومون باستئناف التدريبات، ووضع لهم يعني مدرب المنتخب الوطني برنامج مكثف، يعني رايحين يقوموا بتدريب مرتين في نفس اليوم. هذا الشيء لكي يكونوا جاهزين لكأس العالم ولمباريات كذلك الودية اللي هي ضد هولندا وبوليفيا. المباراة الأولى للمنتخب الجزائري أو الودية الأولى للمنتخب الجزائري ستكون في 3 جوان إن شاء الله. المدرب بيتكوفيتش سيعلن عن القائمة النهائية يوم الأحد المقبل إن شاء الله. سيعلن عنها في ملعب نيلسون مونديلا، وكذلك بحضور الجماهير في حصة تدريبية. بالتوفيق للمنتخب الوطني.